بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. أنا بقالي كتير قوي غايبة عنكم، يعني بتاع 20 يوم واكتر. بس بصراحة يعني أنا بشكر كل الناس اللي سألت عليا وكتبت لي في الكومنتات فينك يا لولو وعاملة ايه وابنك عامل ايه وانتي عاملة ايه، علشان من آخر فيديوهات كنت عملتها معاكم كنت قلت لكم ان انا بمر بوعكة صحية انا وابني. بس الحمد لله الحمد لله عدت على خير، ونحمد ربنا. كل دي حاجات بسيطة ومقدور عليها. انا الحمد لله بعد الحجامة بقيت احسن الحمد لله، احسن من الاول بكتير. يعني دلوقتي بقيت ماشية على ادوية بسيطة كده، وطول ما انا مريحة نفسي الحمد لله الدنيا تمام معايا ونحمد ربنا. وابني كمان الحمد لله بقى احسن. هو محتاج جراحة يعني، بس انا مأجلها له في اجازة المدرسة ان شاء الله لو ربنا ادانا العمر، لان الجراحة بتاعته صعبة شوية وهتاخد وقت في الشفاء. فمش هننفع نعملها له خالص في الدراسة، ولا هتنفع في نص السنة، لان اجازة نص السنة بتبقى اسبوعين بس، وبيبقوا الدروس شغالة فيها برضو، لان هو في سنة مهمة يعني في تالتة اعدادي. فسنة صعبة شوية فبتبقى محتاجة تركيز. فمش هتنفع كمان في نص السنة، عشان فترة الشفا زي ما قلت لكم بتاع الجراحة دي بيبقى طويل شوية. فانا قررت ان شاء الله باذن الله لو ربنا يدينا العمر يعني على خير هنعملها له في اجازة اخر السنة. باتفاق مع الدكتور يعني اللي بيتابعه، قال لي ممكن نقعد الفترة دي برضو بشوية علاجات كده والدنيا تمشي لغاية الأجازة. فالدنيا الحمد لله أحسن. أنا بقيت أحسن وابني بقى أحسن، وأنا بشكركم جدا يا حبايبي. ربنا يمتعكم انتوا وولادكم بالصحة والعافية يا رب، ويبعد عنكم كل حاجة وحشة، ويبعد عن ولادكم أي حاجة وحشة، ويطمنكم يا رب على ولادكم ويفرحكم بيهم. وانا بشكركم جدا جدا ان انتوا سألتوا عليا وسألتوا على ابني. والله انتوا ناس كويسين جدا، وانتوا على راسي، انتوا تقريبا احسن حاجة في حياتي الصراحة. بس انا عارفة ان انا بغيب كتير الايام دي، وبغيب كتير من ساعة ما بعت القناة القديمة وعملت الجديدة دي. بغيب فيها كتير، مش عارفة يعني. يمكن يكون الحماس اللي كان عندي قل. يمكن يكون افكاري قلت، معرفش بصراحة، مش عارفة. عندي حالة كده ممكن اعمل فيديو او اتنين واقعد عليهم مثلا اسبوع 10 ايام، انتوا فاهمين. كنت الاول بدي حجج لنفسي بالظروف الصحية اللي عندي، وبعدين لما الظروف الصحية اللي عندي عدت برضك ما عنديش نفس ما عنديش رغبة اعمل فيديوهات ولا اصور، مع اني بحب الحكاية دي جدا، وبحب اتواصل معاكم، وبحب اسمع ارائكم في الكومنتات. وببقى مبسوطة جدا لما حد يطبق وصفة او اقول له اديله طاقة ايجابية ويكتب لي يعني. ببقى مبسوطة جدا. بس مش عارفة الحالة النفسية دي وصلت لها ازاي بصراحة. والله انا كنت لما فقت من الموال اللي انا كنت تعبانه فيه كنت ناويه اعمل فيديوهات وارجع تاني للنشاط بتاعي مع بدايه الدراسه وكده. بس رجعت تاني، اتضايقت وحالتي بقت وحشه قوي بسبب اللي بيحصل حوالينا، وبسبب الحاله النفسيه اللي كلنا بنمر بيها. كلنا بنمر بيها طبعا، كلكم عارفين الاحداث اللي حصلت لغزه. يا ريت ندعي لاهل غزه ربنا يفك كربهم وينصرهم يا رب. ربنا ينصرهم ويفك كربهم يا رب، ويورينا فيكو اخواننا البعد، يورينا فيكو يا رب عجائب قدرته يا رب. ورينا في اخواننا البعد عجائب قدرتك يا رب. وانصر اخواتنا الفلسطينيين الضعفاء، على الضعفاء والله ضعفاء في الارض، وتعذبوا كتير الناس دي جدا، اتعذبوا كتير جدا. يعني انا من ساعه موضوع حرب على غزه ده وانا بشوف الفيديوهات في التلفزيون وعلى الفيس وعلى كل المواقع، فيديوهات الاطفال اللي بتموت والستات والشباب. بصراحه قهر. مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش شرب، مفيش كهرباء، مفيش نت. حاجة قهر قهر، يعني كأنه سجن كبير مفتوح للناس دي كلها. بصراحة حاجة منتهى الذل والمهانة، يعني حاجة منتهى المرار. يعني الناس دي جبال، الناس بتوع غزة دول جبال والله، بيتحملوا يعني تحملوا كتير جدا. بقالهم كتير في الاحتلال وفي القرف ده. ربنا يا رب يكرمهم وينجيهم ويخلصهم يا رب من القرف ده. فمخليين الواحد حالته النفسية وحشة جدا، ملوش نفسي يعمل اي حاجة. انا حاسة ان حياتي واقفة والله. انا بنام واقوم على الاخبار، يعني انا قبل ما انام بتفرج على الاخبار، والصبح اول حاجه اعملها اشوف ايه اللي حصل، ومتابعين الموقف جدا. بس احنا ناس لينا لا حول لنا ولا قوه. يعني أنا بشوف الفيديوهات يقولوا فين العرب فين المسلمين، احنا عرب ومسلمين اهو، بس احنا لا حول لنا ولا قوه. احنا ما نقدرش نعمل اي حاجه، احنا زينا زيكم. احنا ما نملكش ليكم الا الدعاء، يعني احنا ما في ايدناش حاجه. انا والله العظيم بدعي لكم بدعي لكم في كل وقت.
كل ما تيجوا على بالي لازم ادعي لكم، ربنا يفك كربكم وربنا ينجيكم وربنا ينصركم. بس هنعمل ايه؟ ما في ايدناش الا كده. او لو فتحوا باب التبرعات هنتبرع باللي نقدر عليه، بس ما في ايدناش حاجة تانية. احنا عندنا ناس بتحكمنا وقيود وحاجات ما نقدرش نتخطاها، ما نعرفش نعمل حاجة. لازم دي تبقى ثورة شعبية كبيرة، يعني تبقى حاجة كبيرة قوي تحصل عشان كل الناس تشارك فيها. غير كل فرد لوحده كده ما يقدرش يعمل اي حاجة. الناس بتقول افتحوا الحدود افتحوا الحدود، ما هي دي حاجة مش بإيدنا. وحتى لو فتحوها الناس العادية اللي زينا هتروح ايه؟ هتروح على رجليها كده من غير سلاح، هتعمل ايه؟ هتبقى يعني مجازر. مش لازم الحكومات والناس المسؤولة عننا هي اللي تتحرك في المواضيع دي. ساعتها لما تتحرك الشعوب بتاعتها هتساندها. بس هم عندهم حسابات تانية وعندهم حاجات تانية بيحسبوها لها، الله أعلم. ربنا يهديهم للصواب، ربنا يهديهم للصواب. احنا كلنا بنتمنى من الله ان الحرب دي تخلص، وربنا يهدي كل الناس للصواب يا رب. غير احنا ما في ايدناش حاجه غير الدعاء. احنا قلوبنا معاكم والله، احنا متعاطفين معاكم جدا وقلوبنا معاكم. هو المسلم لازم يبقى كده، لو ما تعاطفش مع اخوه المسلم يبقى اسلامه مش كامل. في ناس كتير تقول لي يا لولو انتي مقفوره، هو احنا مالنا ومال فلسطين؟ يعني ايه مالنا ومال فلسطين يا جماعه؟ فلسطين دي ارض مقدسه، دي ارض الانبياء، دي ارض سيدنا ابراهيم وارض سيدنا يوسف وارض سيدنا عيسى اللي هينزل منها، اللي هينزل منها يخلصنا من يأجوج ومأجوج. يعني ارض الانبياء، ارض سيدنا ادم اللي بنى فيها المسجد الاقصى. دي ارض اللي الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد صلى بيها بكل الانبياء في المسجد الاقصى يوم الاسراء والمعراج. دي ارض الرسل، دي ارض الميعاد، دي الارض اللي هننتصر فيها على اليهود. دي ده وعد ربنا، وعد ربنا الحق. ربنا وعدنا ان في اخر الزمان هنحارب اليهود واحنا اللي هننتصر عليهم في المكان ده. هو ده وعد ربنا الحق يا جماعة. كل ما تشتد قوي اعرف ان النهاية قربت، ان الناس دي نهايتهم قربت. انا بقيت مجزمة ان وعد ربنا ان شاء الله هيتحقق. يتحقق النهارده بكره بعده، بس خليكم متمسكين ان ده وعد ربنا اللي لازم يتحقق. فمحدش يقول يعني ايه قيمة فلسطين. فلسطين دي بقول لكم ارض الانبياء، ارض الانبياء اللي الرسول وصانا عليها. سيدنا عمر ما راحش فتح اي مدينه غير استلم مفاتيح مدينه القدس، وهو رحب بنفسه عشان يفتتحها. فتحوا الشام مرضاش يروح، العراق مرضاش يروح، مصر مرضاش يروح، راح في القدس عشان عارف قيمتها كويس قوي، وعارف قيمه المسجد الاقصى. ده اول قبله الناس صلت عليها، اول قبله المسلمين صلوا عليها كان المسجد الاقصى، اولى القبلتين. ازاي يعني مش مهم بالنسبه لنا؟ وازاي ما نهتمش بيه كلنا كمسلمين؟ سيدنا بلال ما كانش عايز يدم بعد الرسول، ادم في المسجد الاقصى بامر من سيدنا عمر. قال له لو كان الرسول موجود كان هيقول لك اذن، وراح اذن في المسجد الاقصى. ازاي الاقصى مش مهم بالنسبه لنا؟ وازاي فلسطين كلها مش مهمه بالنسبه لنا؟ بالعكس، بالعكس، دي مهمه جدا بالنسبه للمسلمين وبالنسبه لوحدتهم. ده هيتوحدوا على الخلاص من اليهود بوعد من ربنا. يبقى ازاي؟ فكلنا لازم نتهم وكلنا لازم نزعل، علشان دي قضيتنا كلنا، هي دي القضية الوحيدة اللي لازم تشغلنا كلنا. فطبيعي الواحد مهموم وطبيعي الواحد شايل الهم. محدش يكبر دماغه، عشان انت لو كبرت دماغك هترجع تندم، لان الناس دي هتنتصر في الاخر. وهيطلع كده قايمة عند ربنا بالناس اللي وقفت جنب الناس دي في القضية بتاعتها، وهتبقى انت الخسران الوحيد لو ما وقفتش جنبهم. انت ممكن ما تقدرش تعمل حاجة، بس اقف جنبهم بالدعاء، اقف جنبهم بالمساندة، اقف جنبهم بتبرعات اكل وشرب وكلام من ده. تقدر تقف جنبهم بحاجات كتير من بيتك كده. اصل احنا مش احنا بالنسبة لنا كناس عاديين مش هنعرف نعمل حاجة. الايد في ناس، يعني الامر في ايد ناس تانيين. فاحنا بنطلب من الناس الدعاء كلها، ولازم تهتم الامر اخيك المسلم عشان اسلامك يكمل. وكمان لازم تعملوا مقاطعة. محدش يقول المقاطعة ملهاش فايدة ومش هتعمل نتيجة ومش عارفة ايه. لا، قطعوا المنتجات بتاعتهم. المنتجات دي على فكرة بيشتروا بيها سلاح يقتلوا بيها اخواتكم في غزة. ليه تدوهم الفلوس اللي يشتروا بيها سلاح يموتوا بيها الناس والأطفال؟ يعني ليه؟ قطعوها. في منتجات وفي بدايل كتير. مش لازم ناكل من ماكدونالدز، ولا لازم نروح في ستاربكس، ولا لازم نشتري شيبسي وبيبسي والحاجات والكلام الفارغ اللي ملوش لازمة. احنا ممكن نعيش من غيرهم عادي.
حسسوهم ان انتوا موجودين، ان احنا ممكن ناخد احنا كشعوب خطوات على الارض. احنا كشعوب بره الجيوش بقى وبره الدول نعمل حاجة زي كده ونطلع مظاهرات، نعمل فيديوهات بالانجليزي، نعمل فيديوهات بالعربي، نعمل فيديوهات نوريهم المجازر اللي بيعملوها. كل دي نوصل صوتنا، ما تقولوش صوتنا مش مهم. الحاجات دي كلها بتوصل الصوت وبتخوفهم وبترعبهم. على فكرة هم اجبن ناس على وش الارض. فاحنا في ايدنا نعمل حاجات كتير بره الحروب وبره فتح الحدود والكلام اللي الناس بتقولوا عليها ده والشعارات دي. اعملوا حاجات على الارض، سندوا بيها اخواتكم الضعفاء، وبعد كده ادعوا لهم، ووحدوا سجدة كده كل يوم للدعاء لاخواتنا في فلسطين، ربنا يخفف عنهم وربنا ينصرهم. كل دي حاجات شاغلة الواحد، وكل دي هموم الواحد شايلها، فمخليه الصراحة ملوش نفسي يعمل اي حاجة. في ناس كتير هتقول الشغل ملوش دعوة. الشغل ملوش دعوة، لازم كل الناس تشتغل، بس معلش غصب عننا الواحد نفسيته بتتأثر وبيتعب، ما بقالوش نفسي يضحك ويهزر ويمارس حياته زي ما كان بيمارسها. فكلنا بنمر بالحالة دي، ربنا يخفف عننا ويخفف عنهم ويصلح الأحوال كلها. أنا دايما أدعي وأقول يا رب يصلح الأحوال، وإن شاء الله الدنيا هتبقى كويسة بكرة، إن شاء الله هيبقى أحسن بإذن الله، وكل الناس ترجع تاني مبسوطة يعني، ونرجع تاني نشتغل إن شاء الله. بس أنا عملت الفيديو ده أقول لكم الكلمتين اللي كانوا محشورين عندي الصراحة، ويمكن الواحد يبقى سبب إن حد فيكم يعمل أي حاجة من الحاجات اللي أنا قلت عليها دي. وكمان عشان اذكر الناس اللي سألوا عليا واطمنكم عليا، انا كويسة وموجودة. يعني هيحصل لي ايه يعني؟ الحمد لله، احنا احسن من ناس كتير، كفاية ان احنا عايشين امنين في بيوتنا يعني، مش زي الناس المتشحططة واللي بتتضرب كل يوم كده. يعني احنا والله في نعمة كبيرة. محدش يزعل انه عيان، ومحدش يزعل انه معهوش فلوس، ومحدش يزعل انه مش مرتاح. لا، انتوا في نعمة كبيرة، انتوا مرتاحين. بصوا لأهل غزة اللي بيقوموا ويناموا على القصف ونايمين في الشوارع وداخل عليهم الشتاء، وكل بيت مجروح فيه شهيد واتنين وتلاتة، واكتر الشهداء من الاطفال. فانتوا احمدوا ربنا، انتوا في نعمة كبيرة اوي. يعني مش عايزة حد يشتكي على فكرة على حاله، ده انتوا كده عايشين في النعيم. ربنا يا رب ينصرهم. و واقول لكم ايه، مفيش حاجة تانية اقولها لكم يعني. ادعوا بس، ادعوا ربنا يخفف علينا اللي احنا فيه ده. سلام عليكم.